ما يخشاه الجميع هو أن يلقى أقرباؤهم نفس مصير جوليو ريجيني المختفي قسرا والذي وجد مقتولا. كان هذا الباحث الأكاديمي الشاب يسكن في وسط المدينة وتحديدا في هذه العمارة. في 25 من يناير دعي من قبل بعض أصدقائه. كان يوم ذكرى الثورة، المدينة بأكملها محاصرة من قبل الشرطة. تمشى إلى محطة المترو هذه وأجرى مكالمة هاتفية ليعلم عن قدومه. 20 دقيقة فيما بعد فصل هاتفه الخلوي عن الشبكة واختفى جوليو. وبعد مرور 8 أيام وجد جثمانه ملقا على حافة الطريق المؤدية إلى الإسكندرية. لقد تعرض إلى الضرب والطعن بآلة حادة، وكان يحمل آثار حروق وكانت أصابعه مكسورة وقد اقتلعت أظافره. كان يرى على جسده كل آثار عذابات العالم. هذا ما قالته أمه. التقينا صديقا مقربا من جوليو ريجيني. يجدر بنا إيجاد مكان نصور فيه. من الأفضل أن نلتقي في السيارة. اتفقنا، ما من مشكلة في ذلك. يمكننا القيام بجولة داخل السيارة لو أردت. اتفقنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. يدلي بشهادته ووجهه مخفي لأنه يشعر بالتهديد. كان يعمل جنبا إلى جنب مع جوليو ريجيني الباحث الأكاديمي الإيطالي الشاب الذي قدم إلى مصر لإعداد رسالته للدكتوراه، رسالة تركز على قضية حساسة. كان يدرس الحركات النقابية المستقلة في مصر، أي تلك التي نشأت أثناء سقوط مبارك بعد ثورة 25 من يناير، والتي سمح لها بالعمل القانوني بعد الثورة دون أن تقبل الحكومة أبدا بنشاطها، خاصة بعد استيلاء الجيش على السلطة. هل قتل ريجيني بسبب البحوث التي كان يجريها؟ عندما ضغط على السلطات المصرية من أجل تقديم تفسير عن مقتله، زعمت أن جوليو قتل على أيدي رجال عصابة. بثوا هذه الصور التي يظهر فيها 5 رجال قدموا على أنهم هم المذنبون وقد قتلتهم الشرطة، ثم وجدت في منازلهم كل أغراض ومتعلقات جوليو. بالنسبة لأقارب الشاب الإيطالي فإن هذه الرواية ليست سوى مراوغة من قبل أجهزة المخابرات. هذه الرواية الخسيسة لا يمكن تصديقها، فالمجرمون لا يفعلون مثل هذه الأشياء هنا، أي اختطاف الناس وتعذيبهم هكذا. إذن لقد قتل 5 أشخاص أبرياء موصوفون بالمنحرفين في وضح النهار وسط الشارع خلال عملية تبادل مزعوم لإطلاق النار مع الشرطة. إن من قتلوهم هم أولئك الذين كانوا يحتفظون بمتعلقات جوليو وقد وضعوها عندهم، وبما أنهم من الشرطة فهم يعتقدون أنه بإمكانهم فعل أي شيء، يعتقدون أنه مسموح لهم بكل شيء وأنهم في مأمن من العقاب. سأنزل هنا. حظا موفقا. إلى اللقاء.